بما أن الair fryer أو القلاية الهوائية ترند الفترة دي وحديث الناس، وفي ناس كتير جدًا تلجأ إن هي تشتريها، تعالوا النهارده نعمل مقارنة بين أفضل 3 أنواع فيليبس وكونويد وبلاك أند ديكر. تعالوا نبتدي الفيديو، بس لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي فاطمة، باعمل فلوجات وريفيوهات كتير، هتستفادوا جدًا من القناة، مش تنسوا تشتركوا فيها وتعملوا لايك وشير كتير للفيديو عشان أكبر كم يستفيد. تعالوا نبتدي بأول قلاية هوائية وهي بلاك أند ديكر. بلاك أند ديكر من الماركات المحترمة جدًا اللي أنتِ تجيبيها وأنتِ متطمنة، هي بيبقى البلد المنشأ بتاعتها أمريكا والتصنيع صيني. زي ما أنتم شايفين دي أصغر أنواع الair fryer، طبعًا في منها مقاسات أكبر، أنا باكلمكم دلوقتي عن المقاس الصغير اللي هو بيبقى 32 في 36، اللي هو غالبًا بيبقى 4 لتر. هي بتبقى 1500 واط، ودي الmanual بتاعتها 1500 واط، الdigital بتبقى 1800 واط. تعالوا بقى نفتحها من جوه ونشوفها. هي عبارة عن 6 برامج وفي بكرتين زي ما أنتم شايفين بتقدري تضبطي درجة الحرارة. هو بيبقى كاتب لِك كل حاجة درجة حرارتها قد إيه. الحالة الداخلية بتاعتها مناسبة جدًا، تكفي من 4 ل5 أفراد. الحلة بتاعتها على شكل دائري، زي ما أنتم شايفين كده بيبقى حجمها 32 في 36. في منها الmanual في منها الdigital. سعرها كان ساعتها لمّا كنت باصوّر كانت 3435، بس بصراحة هو بيتِك مزوِّد شوية، في أمازون أرخص شوية ب3150. عاملين عروض حلوة أوي على أمازون وبادخلوا شوفوها بالذات في الair fryer. في منها الdigital زي ما قُلت لكم، الاتنين زي بعض في الإمكانيات بالضبط. هما الاتنين 6 برامج، هما الحلة نفس الحجم. الفرق الوحيد بينهم إن الديجيتال الوات بتاعها بيبقى أعلى، وكمان الفرق إن دي ديجيتال ودي مانيوال، ده الفرق الوحيد. يعني في فرق بيبقى 900 جنيه بينهم وهما الاتنين، طبعًا الديجيتال هي اللي بتبقى أغلى علشان الوات بيبقى أعلى، فطبعًا دي حاجة كويسة فتسوي أسرع، وكمان إن هي الشاشة ديجيتال فبتتميز بالسهولة. عايزة أقول لكم بقى كمان إن الموتور بتاعها قوي جدًا، ودرجة الحرارة بتاعتها من 80 درجة ل200. بتفصل لوحدها أول ما الأكل فيها خاصية الاستشعار الذكي، أول ما الأكل يستوي بتروح جاية تفصل لوحدها. لمّا بتشدّي الدرج كمان بتفصل لوحدها، وأول ما تدخّلي الدرج تاني بترجع تشتغل تاني. فيها كمان لوك أمان، الجسم الخارجي بيبقى بارد رغم إن جوّه حتى لو مشغّلة درجة حرارة عالية، التجويف الداخلي سلس، وكمان تتميز بسهولة التنضيف. طبعًا في منها كذا شكل، في منها القلاية اللي بتبقى شبه الفرن ودي اللي عملت قلق، يعني الناس يقولوا لك طب ما إحنا نجيب فرن أحسن. لأ طبعًا، القلاية الفرن دي أولًا بتتميز إنها سريعة جدًا، بس هي العيب اللي فيها إن هي عندها صعوبة في التنضيف. تعالوا بقى نتكلم عن ماركة فيليبس. دي برضو أصغر حاجة اللي هي بتبقى 4 لتر، سعرها 3900. هي زادت شوية، ده كمان سعرها في أمازون، لكن في بيتك أكيد زادت أكتر من كده كمان. أنا كنت بصور من بيتك. هي بتبقى 1400 واط. برضه بيبقى في منها المانيوال والأوتوماتيك. غالبًا بيبقى فرق بين المانيوال والأوتوماتيك زي ما قُلت لكم بيبقى الواط، وكمان السعر بتبقى أزيد منها ب900 جنيه. حجم الحلة الداخلية 35.6 في 34. زي ما أنتم شايفين كده الحلة من تحت على هيئة نجم البحر، فدي بتسرّع التسوية وبتساعد على التسوية الجيدة. فيها ميزة التسخين الفوري، وكمان سهلة التنظيف جدًا، وبها طبقة تمنع التصاق الطعام اللي هي بتبقى تيفال. كمان بتتحط في غسالة الأطباق عادي جدًا، الجسم الخارجي بيفضل بارد مهما تعلى درجة الحرارة من جوّه، وفيها كمان المستشعر الذكي. بتفتحي طبعًا نُص المدة وتروحي جاية مقلّبة الأكل وبعدين بترجعي تقفليها تاني. التجويف الداخلي بيبقى stainless. philips الحلة بتاعتها أوسع لكن الشبكة بتاعتها أصغر، أنتِ لمّا بتشوفيها بتحسي إنها صغيرة كده شوية. بس عايزاكِ تاخدي بالِك إن philips ما لوش ضمان في مصر، ودي لو أنتِ بتهتمي بموضوع الضمان أوي، فأحب أقول لِك إن ضمانه بيبقى دولي وما لهوش ضمان في مصر. تعالوا بقى نتكلم عن ماركة كانوت. هي في منها كذا شكل، بيبقى في شكل القلاية الفرن، وبتبقى كمان الشكل التقليدي اللي هي بتبقى الدرج. في منها أشكال كتيرة جدًا، كانت منزّلة منها أشكال كتيرة جدًا. أنا هاكلمكم عن أصغر حجم اللي هو 3.8 لتر، اللي بتبقى حجم الشبكة فيه 25 في 23. بتبقى 1500 جرام. هي صوتها هادي جدًا.
بس الفرق بتسخن شوية من برّه غير القلايات التانية، في منها كمان اللي بتبقى درجين، طبعًا الدرجين دي أنا بافضّلها جدًا وباحبها جدًا، بتقدري تطبخي كذا صنف، فبتبقى حلوة جدًا، طبعًا برشة زيت أو بدون زيت خالص، زي ما أنتِ عايزة، بس هي بتبقى طبعًا برشة زيت بتبقى أفضل، وكمان تقدري تستخدمي الحلة بدون شبكة، هي بتبقى 1500 واط وبتبقى 7 برامج، أنا ده باكلمكم عن أصغر نوع اللي هو بيبقى الدرج، طبعًا إحنا لو مسكنا كل القلايات واحدة واحدة فعايزين فيديو متكون من 10 ساعات يعني، فأنا باقول لكم عن أصغر نوع وباكلمكم عن الدرج دلوقتي، وباكلمكم إن هي كمان في منها أشكال كتير. القلب الداخلي بتاعها بيبقى Tupperware، والشبكة بتاعتها هي تقريبًا أوسع شبكة، وبتبقى على هيئة مستطيل، وفيها كمان فتحات من الجنب عشان تسهّل توزيع الهوا. وده تقريبًا كل اللي أنتِ محتاجاه تعرفيه عن كذا نوع القلاية اللي أنا قُلت لكم عليه ده، إن دول أفضل 3 أنواع، طبعًا ديلونجي يفوقهم هم ال3، بس الفئة السعرية بتاعته عالية جدًا ومش أي الناس بتشتريه، سيبكم من الموديل ده، أنا حبيت بس أورّيكم إن ده شكل القلاية الفرن. طيب تسأليني أنا، طَب أنتِ برضه ما قُلتلناش نجيب إيه، أنا ما أقدرش أقول لِك تجيبي إيه وما تجيبيش إيه عشان حسب هم تقريبًا الفئة السعرية متساوية. بس لو سألتيني أجيب القلاية الدرج والّا الباسكت رول والّا القلاية الفرن والّا القلاية اللي بدرجين، فأنا شايفة القلاية الفرن ممتازة، وكمان القلاية اللي بدرجين عشان تقدري تطبخي كذا صنف. القلاية الدرج في الغالب هي أكثر مبيعًا علشان خاطر طبعًا الفئة السعرية هي اللي حاكماكِ، وعلشان خاطر هي سهلة التنضيف أكتر. لكن القلاية الفرن هتنجز معاكِ أكتر، لو عايزة حاجة تنجز معاكِ أكتر خليكِ في القلاية الفرن أو القلاية اللي بدرجين، أو الباسكت رول. وكمان وكمان ممكن أقول لِك إيه هي المعايير اللي على أساسها تشتري الair fryer عامةً. أولًا ركّزي في إن الشبكة تبقى واسعة، مثلًا زي كنوة الشبكة بتاعتها أوسع شبكة فيهم كلّهم. لو عايزة كمان تركّزي في الضمان استبعدي فيليبس، لإن لو مهتمة بموضوع الضمان ده، فهي ما لهاش ضمان في مصر وضمانها سعودي. بس عاوزة أقول لِك إن فيليبس ما بتغيّرش طعم الأكل نهائي، يعني الأكل بيطلع زي اللي إحنا بنعمله بالضبط، يعني مش بتحسّي إن أنتِ الأكل طعمه متغيّر، أو حاسة بإن في حاجة متغيّرة. بلاك أند ديكر ماركة محترمة جدًا، الwatt بتاعها عالي، ودي ميزة مهمة جدًا، عايزاكِ تركّزي كمان إن الwatt بتاعها يبقى عالي علشان خاطر تسوّي معاكِ الأكل بسرعة وتنجزِك. ركّزي كمان وسيبِك من المقاس الصغير اللي أنا قايلاه لِك بتاع إن هو يبقى 4 لتر، لأ هاتي أكبر من كده علشان مش تشغّليها كذا مرّة، يعني بلاش أصغر حجم ده عشان ما بياخدش أي حاجة، يعني كبّري الحجم شوية. كمان ممكن لو تسأليني تجيبي الدرج والّا القلاية الفرن، فأنا حابة القلاية الفرن أكتر، حاساها عملية أكتر، تقدر تستوعب أكتر، تقدري تطبخي كذا حاجة في وقت واحد. فهي دي ميزة القلاية الفرن. وكمان الدرجين برضه بتقدري تطبخي صنفين في وقت واحد، وكويسة جدًا. طيب تسألوني هي أفضل والّا الفرن؟ فأقول لِك إن هي أفضل ليه؟ هي قريبة أكتر للقلي، كمان سريعة جدًا وسهلة في التنضيف. طيب ولو قارنا بينهم هُم ال3 فخلّيكِ في Black and Decker في المرتبة الأولى، ويليها على طول Philips وكانوت، الاتنين في مستوى واحد، يعني لو رتّبناهم كده أول حاجة تيجي Black and Decker، بعديها على طول كانوت، وبعديها على طول Philips. يا رب يكون الفيديو عجبكم بتاع النهارده، ولو عجبكم الفيديو وحسيتوا إن استفدتوا منه مش تنسوا بقى تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير كتير للفيديو، ولو بتتابعوني على الفيسبوك مستنية كومنتاتكم الحلوة وتعملوا متابعة للبيج بتاعتي. أشوفكم على خير وأشوفكم في فيديو جديد، هتوحشوني، باي باي.